في هذا الموضوع. تصوروا مقهى على نهر النيل واجتمع فيه غرباء فرنسي، أمريكي، صيني يتمتعون، كل منهم جاء ليرى الأهرام. حجاج الشهوات لم يأتوا للأهرام بل جاءوا لشارع الهرم. هؤلاء انظروا إليهم وهم يتفكهون بكل ما من حجاج الشهوات، أمامهم ما يريدون، الشيش والخمور وغير ذلك كالمباح، ثم تأتي الأم أفريقيا تحمل مصر بين يديها وهي تنادي: الأرض باتساعها ضاق بها الإنسان، والنمل في جحوره ممالك الزمان، ما أظلم الإنسان ما أكفره، فلتعطني يا سيدي، تصور تشحذ فرنسي، فلتعطني يا سيدي من فيض خيري لقمة لقانعة ومعترة. أرأيتم ماذا يردون أولئك الغرباء؟ يقولون: يقال في القديم جلاد وسيف يأتي إلى الأوطان في جلباب ضيف، فقدم القربان. ترجع الأم أفريقيا بخوف وتقول: يا ويح بطني كم حمل موؤودة في كل عام، ماذا أقول إن سأل؟ يردون: قولي له ما لم نقل. يقال في القديم جلاد وسيف يأتي إلى الأوطان في جلباب ضيف كي يأخذ القربان، فقدم القربان. تقول: بنيتي ضقتم بها والأرض تسبح في فلك، أم أنها جاءت عظيما حيث ترمى في الدرك، أم أن والي مصر قد فقد الصواع، كم من صواع الملك. هنا يدخل الفرعون وينظر حوله ثم يقول: يا ويلتي ليتني آمنت، ليتني قلت آمنت برب موسى وهارون. ما لها مصر تركتها جنات وعيون وكنوز ومقام كريم، ما الذي جرى يا مصر؟ ثم ينظر إلى الأم أفريقيا ومصر ويقول: فلتعذروا يا قوم تلك العاهرة، تبيع كل شيء أفداؤها ورداؤها، فهي بهذا ماهرة. تتقدم الأم أفريقيا تقول: يا سيدي ما النهر إلا حية، وما القربان إلا طفلة الزكية. يقولها: أو تسألين عن قصة النهر العظيم؟ هناك من منبعه من مجمع البحرين يمتد شريان قديم، كالأفعوانة رأسها برء سقيم، وبجلدها المنقوش بالحناء ترقد أشلاء أزاريس المحطم. تأخر الطوفان والقربان لاهية تهيم، هناك في اللالون الأم أفريقيا ترقص في وحل اللعوب سكرانة بالجوع، تهز ثدييها إلى غرب بهيم، وطفلتها عروس النيل تبكي. العلم يظلمها والجهل يظلمها والفقر يظلمها، وأمها تصيح في أهل الرقيم. تتقدم الأم أفريقيا للفرعون تقول: يا سيدي أو تشبع القطط الضعيفة والكلاب، وطفلتي تجوع قربانا لآلهة السياسة، لا لن ألقها ولي قلب سليم. هنا تتفلت مصر من الأم أفريقيا وتدفعها جانبا وتدفع الفرعون جانبا. تقول أماه: قولي من أكون وأنت من؟ لم قد أباحوا للكلاب لحومنا؟ أفبعد موسى والمسيح وفلول طيبة والضريح أبقى لأم قانعة وأب عقيم؟ هذا ورب العرش جهل جامح في رأس مثقلة سقيم. أماه ألقي يا ويلتي، أماه ألقي، أم بلا أفداء يتم مستديم. أماه ألقي فالنيل شريان الحياة والنيل معطاء كريم. ثم تسقط مقدمة نفسها تسقط في النيل، ثم تظهر رياح الخماسين وتهب على المكان مطهرة من الغرباء، ثم تظهر عروس النيل محمولة على هودج يحف بها أهلها وهم يتغنون: عروس النيل اسجدي فالطور طود ساجد، اسجدي والله واقي. عروس النيل أورقي فالنيل شريان يتيم، أورقي فتح النوار في خضر السواقي، واعزفي في الشرق ألحانا عذابا رجعها يدمي المآقي.
أخبريهم أنك أنت الأبية لم تكن لك قبل سمية، قد نذرت للإله النفس والأبناء والنفس رضية، إن يضيع العرف بين الناس فيك فاعلمي أن فيك العرف عند الله باقي. هذه هي مصر كنانة العرب.